النهارده هنجرب اخر اختراعات بلبن الجديد. طبعا يا جماعه، وما ادراك بلبن وباسامي بلبن اللي بيعملها الجديده. النهارده بقى هنجرب اخر 5 اختراعات عاملهم بلبن يا جماعه. دي حاجات احنا ما جربناهاش قبل كده خالص، انا اول مره هدوق اي حاجه من دول، او باول مره ادوقها. انا عايز اقول لكم ان بلبن عنده منيو كبير ومنيو كتير، وفي حاجات كتير كتير كتير. تمام، بس الحاجات دي قديمه، فاحنا جبنا الحاجات الجديده او اللي انتوا لسه ما جربتهاش او اللي احنا لسه ما جربناش. واساميها غريبه كده، فيعني ايه، ما تستغربوش على الاسامي اللي انا احنا مش عارف هننطقها. هو بيجيب الاسامي دي منين. احنا في اسامي كده مش عارفين ننطقها، يعني فراوليطه، النيطه، كفرنيطه ديت، وكريم دبي، نادي دبي، وتشيز بوم. في حاجات غريبه كده يا جماعه، وكبسه بلبن وكده. بس وصلوا الفيديو ده 5000 لايك علشان النهارده بقى الفيديو هيبقى حلو كده. احنا النهارده بنحلي، بقالنا فتره بنحدى، صح كده؟ بقالنا فتره طويله ما عملناش حاجه حلوه خالص. فاحنا بقالنا فتره في القناه بنعمل حوادق كتير، فالنهارده هنحل معاكم. وخلونا بقى نبدا باول حاجه، بس ما تنسوش تصلوا على النبي الاول كده وتضغطوا لايك. يلا بينا. نبدا باول حاجه معانا، كبسه بلبن. بصوا يا جماعه، طبعا الكبسه دي احنا اول مره نجربها يعني. هي المفروض ان هي تقريبا شوكولاته من فوق على صوص بيستاشيو، ويعني ايه، واوريو من تحت كده. يعني اوريو باين تبقى تقريبا بسكوت متكسر كده او حاجه. كان بيقولوا في رز من فوق كده. المفروض ان بيبقى فيها رز، او الهبه باين اللي كان فيها رز. لا مش الهبل، الكبسه اسمها كبسه عشان الرز اصلا. المفروض يبقى فيها رز من فوق، فاحنا هنشوف كده. شكله ما حطوش رز، لغوها باين عليه تقريبا. يلا ندوق ونقول بسم الله. خد بقى ايه من تحت كده. بسم الله. انا السكر النهارده، السكر هيضرب في الدماغ. هو تقريبا فيها كنافه متحمصه اللي بتعمل، مش صح؟ على صوص بيستاشيو من جوه كده، عليها بقى شوكولاته ومن تحت بسكوت كده اوريو مكسر. فمش عارف، هو المفروض ان احنا شفناه عنده في الفيديوهات ان بيبقى فيها رز كده من فوق. بس هي في المقبل هي حلوه عشان هي مسكره. يعني كل حاجته تبقى حلوه عشان هي مسكره. لسه معانا حاجات تانية كتير. يلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. هنخش بعد كده على تاني حاجه، وهي تشيز بومب يا جماعه. يعني تشيز بومب ديت اختراع جديد. ايه ده؟ لا 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 لا، شكلها حلو. هي شكلها عامل زي الكب كيك كده. انا اي حاجه فيها كيك بحبها. اي حاجه فيها كيك. بصوا، هي يعني شبه الكب كيك كده، محطوط عليها شوكولاته من فوق وصوص بيستاشيو ومدوره كده. هو المفروض ان بيبقى فيها جبنه من جوه او قشطه تقريبا من جوه. حاجه بيضه كده. فاحنا هنقول بسم الله. بسم الله. بسم الله. دي حلوه، عشان مليانه كنافه. دي تقريبا كلها كنافه. يعني بصوا، انا عايز اوريها لكم هنا كده. الحشو اللي في النص المفروض يا اما هو حاجه شبه الجبنه كده بيقولوا عليها، او حاجه شبه القشطه. يعني لكن زي ما شايفين كده، كميه صغيره خالص من النص. كميه الكريمه او الجبنه اللي بيقولوا عليها من جوه مش باينه خالص، ملهاش اي طعم خالص. بس حلاوتها اللي هي شوكولاته مش ياما، عشان كده مش مسكره جامد. بس هي يعني كنافه كتير فيها. يعني انا حاسس ان انا باكل كنافه، بس هي عباره عن كنافه بس. عايز يعني اشوف اللي جوه ده. حته صغيره اصلا ما فيهوش، يعني مش باين فيها اي حاجه. عايزين نعرف هو قشطه ولا هو ايه. انا مش عارف اجمع الطعم بتاعه لان اصلا هي صغيره مش باينه. بص ايه ده، يعني ايه ده، ايه دي، انا هدوق دي ازاي او هعرف دي ايه؟ مش باينه خالص، صغيره خالص. المفروض يخلي سمكها يعني. ده سمكها يعني اقل من سمك كمان طرف المعلقه. بس هي يعني انا عن نفسي ما عجبتنيش قد كده. بس انا يعني الاولانيه كانت مليانه شوكولاته، يعني حاجه مسكره. يعني السكر بتاع الاولانيه 100%، ده 50%. بس ديت انا حاسس ان انا باكل كنافه بس. يعني هو لو كان حاط فيها صوصات من جوه، او كان كتر الكريمه اللي فيها، او الحشو اللي جوه ده، كان هتحس بطعم مختلف. لكن انا باكل كنافه بس. مستشفى دبي يعني ترند دبي ده هيودينا لفين تاني؟ يلا بينا نخش على المنتج اللي بعده. يلا بينا نخش بقى يا جماعه اللي بعده، اللي اسمها كريم دي. لا، كريم دبي. بس اسمها غريب شويه يا جماعه. يعني بص، هو اسمها كريم دي، لا كريم دي لا كريم دبي. يعني دي كريم دبي ولا كريم دي؟ انا حاسس ان في واحد بيسال والتاني بيرد عليه. صح، كريم دي لا كريم دبي. والله اسمها غريب شويه يعني. بس هو يعني ايه الشكل، يعني مالناش دعوه بالاسم، احنا لينا الشكل وشايفين المنظر عامل ازاي. انا عايز احدق بالفراوله، تصدق؟ هي السكر المفروض ان هي يعني ايه، طبقه رز بلبن او طبقه اشطوطه عليها كريمه، عليها بيستاشيو، فيها شطوطه يعني في كيك كده، وعليها فراوله من فوق، وعليها بقى شوكولاته وشغل عالي زي ما انتم شايفين كده. يلا نقول بسم الله. بسم الله. ديت انا متفائل بيها تقريبا يعني كده. ما دام فيها اشطوطه يبقى مبسوط. طالما فيها كيكه يبقى كله تمام. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الكنافه بقى ارحمنا شويه. الكنافه دي هتروح فين تاني؟
بس كيكه طريه، الكيكه هش خالص، حلو. كيكه حلوه يا جماعه الفراوله مديها طعم تحفه ليه؟ لان هي بتحدق، يعني بتوزن الطعم ما بين الحلو وبين الحادق. الفراوله مش مسكره قوي، امم وهنا الميزه هنا الكيكه هنا حلوه. خفيفه خالص. بس انا اللي مضايقني الكنافه. هو لازم هو ليه تحط له كنافه في كل منتج؟ هو يعني حتى ديت ما فيهاش اسم دبي ولا فيها اسم يعني ترند دبي ولا فيها اسم بيستاشيو. بص، هو حاره الكنافه دي عايز حاجه مثلا تبقى ماسكه نفسها شويه في الاختراع اللي هو عامله. ما انت هو ممكن هو من كتر الاختراعات ممكن اختراع تاني يا جماعه، لكن هي يعني حلوه قوي، بس اللي مبوخاها الكنافه الصراحه، كنافه وبيستاشيو برضه. بس برضو مع اللي انت بتتكلم فيه ده، هي احلى واحده واللي احنا شفناها لحد دلوقتي. هي تقريبا بص هي حلوه عشان الكيكه اللي فيها من ترند دبي شويه او اختراع دبي ده، وخلينا بقى ايه يعني ناكل حاجه ايه جديده كده حط مختلفه. مكان الكنافه بسكوت. شو بقى اللي بعده؟ شوكولاتيتا اورز او شوكولاته رز. اسم غريب برضه يا جماعه، يعني في الاسامي في حاجات غريبه كده بس في الاسامي. شكله اختراع جامد، هينافس اللي هي كريم. لا كريم دبي. كريم داليه او كريم داليه، مش عارف ايه اسم كريم، لا داليه. كريم دبي. كريم دبي ماشي، يعني ابراهيم شكلها- سماها كريم دبي، عشان شكلها فيها كيكه دي وفيها لكن كده دي اسمها شوكولاتيتا رز. شوكولاتيتا. بص بقى هو تقريبا هنا، فين الرز بقى؟ هو تقريبا اللي هي رز بلبن، تمام، عليها اشطوطه، عليها شوكولاته من فوق يعني بيضه وغامقه، اوريو كده بسكوت اوريو بس. مكسر كده، وعليها شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه. بس على فكره كده اختراعين في بعض، يعني مش اختراع، اول حاجه منتجين، يعني الرز ده وبعد كده الاشطوط. بس اهم حاجه انا لقيت اختراع ما فيهوش بيستاشيو ولا كنافه ولا صوص بيستاشيو ولا كنافه، لان انا تقريبا خلاص كده انا مش عايز اشوف صوص بيستاشيو تاني ولا كنافه تاني بسبب بلبن. يلا نقول بسم انا عايز الله. اجرب دي لوحدها ودي لوحدها. رز بلبن لوحده. لا احنا هناخد يعني القطع كلها مع بعضها، بعد كده نجرب كل ماشي. واحده لوحدها، بعد- وهي تقريبا يعني ما كله. فيهاش مكونات كتير. يلا. بسم الله بسم الرحمن الله. الرحيم. ايوه بقى، ايوه بقى، انا كده باكل حاجه حلوه، كده انا باكل حاجه، يعني باكل حاجه هاديه ما فيهاش شغل كتير. القشطه فيها والرز فيها. وما فيهاش صوص بيستاشيو، ما فيهاش كنافه، مش باكل حاجه بتقرمش، لا انا باكل حاجه، بص ده يا كده جماعه اختراع جديد من البلاد. يعني هي تقريبا هي يعني رز بلبن من تحت، عليها طبقه اشطوطه، عليها بسكوت اوريو كده مكسر كده، صوص شوكولاته وصوص شوكولاته بيضاء وصوص شوكولاته غامقه، يعني عجباني. اللبن عامل اختراعات من يعني ليه كام شهر بيعمل اختراعات، كل شويه اختراعات، وهي الكنافه البيستاشيو والشوكولاته، لكن دي اللي فعلا اتقال عليها اختراع، اللي ما فيهاش اي حاجه انا منها. هاخد كمان معلقه. بسم الله. عجباني قوي الصراحه، ديت عجباني قوي. وهنختم بقى باخر حاجه، وهي يعني ايه اسمها غريب شويه كده، اسمها ابراهيم. فراوليتا. لا فراوليتا النيطه كابانيطه. بيدلعها والله يا جماعه هم اللي كاتبين الاسم، مش احنا اللي بندلعها. في ناس ما بتدلعش، هو بيدلع فهي المفروض بقى يعني ايه هنفتح كده، اوبا لا 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 لا، ده هنا في كلام تاني يا جماعه، في هنا كلام تاني. مليانه شوكولاته. بصوا بقى المفروض ان هي طبقه فراوله من تحت، عليها صوص بيستاشيو وكنافه برضه، عليها شوكولاته برضه من فوق كده. لو دي هناكلها ازاي يعني؟ بص الشكل عامل ازاي. دي هتاكل كل حاجه لوحدها، يعني اول طبقه تاكلها لوحدها، تاني طبقه عشان معلقه مش هتجيب كله كده بس. المفروض ان هو كان حطاه يعني في طبق حاجه، لان احنا مش عارفين نجيب اصلا صوص البيستاشيو من تحت والكنافه من كده تحت. هتاكل كل حاجه، وفي الاخر هتاكل الفراوله لوحدها. بص يلا بسم الله. مسكره جامد. سكريات ايه، هي شوكولاته. الطبق المفروض دي كميه شوكولاته كتير. جبت الكنافه من تحت. يلا بسم الله. بسم الله. حسيت بكنافه، حاجه مقرمشه، ما هي الكنافه المقرمشه. بصوا يعني ايه، احنا بنحاول ايه نبين لكم صوص البيستاشيو اهو تحت كتير، اهو كميه الشوكولاته كتير، اختراع مش اختراع قد كده. هو بص، يعني هو نص اختراع، بس الحاجه هياها كنافه وشوكولاته. انا تقريبا اللي احنا دقناه هنا زي اللي دقناه هنا زي اللي دقناه هنا، بس احلى حاجه عجبتني اللي هي كريم، ده لا كريم دبي. بصوا يا جماعه احنا نقول لكم بقى باختصار الحاجه اللي عجبتنا. اكتر حاجه عجبتني انا شخصيا، اول حاجه طبعا ديت عشان الفراوله، يعني ان هي كريم، لا كريم دبي. تمام. كريم لا كريم دبي. انا كنت فاكر الاسم ده كريم، لا كريم دبي. الثانيه اللي هي اسمها شوكولاتيتا. شوكولاتيتا على رز بلبن، دي تاني حاجه، والاثنين اجمد من بعض عندي، بس دي انا خليتها رقم واحد عشان الفراوله يعني ايه مديها طعم معايا ميزز، بيخلي السكر يظبط معايا. تشيز بومب رقم 3. الكبسه اخر حاجه دي، لو فراوليتا النيطه كنت عايز اطلعها من التقييم صراحه، يعني كلها شوكولاته.
بصوا بقى انا هقول لكم بقى، يعني انا برضو يعني ايه ترتيبي من وجهة نظري انا اللي عجبتني انا شخصيا. تمام. اول حاجه الشوكولاته اللي هي بالرز، ليه بقى؟ عشان ما فيهاش بيستاشيو ولا فيها كنافه. تمام. تاني حاجه كريم، لا كريم دبي دي او مش عارف اسمها ايه اللي غريب. كي. تالت حاجه اللي هي بالكبسه، إيه هقول ايه ديت، لا فراوليتا نيتا كابانيتا. اخر حاجه تشيز بومب دي، لان انتوا عارفين انا يعني خلاص انا بدات اكره حاجه اسمها كنافه، او بدات ما احب. شفت لما تبقى في البيت مثلا امك تطبخ لك كل يوم عدس كشري، كل يوم مش او عارف إيه. هي دي. حتى لو كل يوم لحمه هزها. اي فهي دي اخر حاجه، لان هي ديت كلها هي عباره عن كنافه بس، مفيش فيها اي اختراع. لكن هو اللي عجبني الاول الشكلاكليطه رز، الواحد بيتلخبط في الاسامي بتاعته. وكريم، لا كريم دبي. تالت حاجه الكبسه، فراوليتا نيتا كابانيتا. واخر حاجه تشيز بومب. بس يا جماعه، فدي كانت اختراعات بلبن. فيا ريت لو في اي حاجه كمان او مطاعم او افكار جديده برضه في التجارب اكتبوا لنا في الكومنتات، وان شاء الله هننفذها لكم باذن الله. وما تنسوش توصلوا الفيديو ده اللي بيتفرج علينا، توصلوا الفيديو ده ل 5000 لايك. واللي مش مشترك في القناه يتفضل يشترك في قناه ملوك التجارب يا جماعه. ان شاء الله هنعمل لكم حاجات كتير ان شاء الله وباذن الله كده تعالى كلنا. ماشي، نشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام. السكر ضرب في النفاق ما خلاش الواحد عارف يتكلم. يخرب بيت.